السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه احلى متابعين في الدنيا؟ يا مساء الفل، يا مساء الهنا، يا مساء كل حاجة حلوة عليكم وليكم. انت اخترت تشوفي الفيديو ده عشان الدعوة دي تكون ليك ان شاء الله. يا رب يكبر بخاطرك، يا رب يسعد ايامك، يا رب يحقق لك كل اللي انت بتتمنيه، اللهم امين يا رب العالمين. النهارده بقى هنعمل روتين في المطبخ جامد جامد جامد. وجه دور الظرف بتاع المطبخ لازم نفضيها كلها ونرتبها علشان تبقى نضيفة ومترتبة كده تحت ايدينا وما تاخدش معانا وقت كبير. انا عندي ظرف المطبخ متنعكشة خالص ومش مترتبة من اخر مرة تروقات اللي هي بتاع الشتاء، هي مش من زمان قوي، بس برضو المطبخ عندي مفيش حاجة في مكانها بسبب بنتي. وكمان المفارش اللي انا فرشاها في المطبخ دي عاملة ريحة وحشة قوي، عاملة ريحة وحشة قوي. المفارش دي بتيجي عليها المية وبتكون مكركبة. عايزة اقول لكم الظرف اهي يعني مش مترتبة خالص. وكمان ظرفة الخزين فيها اكياس، وكل كيس فيه حبة مكرونة، حبة شعرية، حبة عدس، توابل، شطة، حبة سكر. الحاجات دي انا جايبه لها اللي هي البرطمانات والمنظمات اللي انا جبتهم ووريته لكم في فيديو المشتريات اللي هو قبل ده. جبت بقى المفرش اللي هو البلاستيك ده، بيتمسح بقى وبيتغسل، يعني نعمل فيه اللي احنا عايزينه. مكان المفارش دي، والمفارش دي معظمكم عارفينها، مدي على كرتون كده، على ورق، على قماش، مش عارفه مصنعيتها ايه بالظبط، بس لما بتيجي عليها اي ميه او اي حاجه بتكمكم وبتخلي الضرفه ريحتها مكمكمه. ودي سبب الكمكمه بتاع المطبخ بتاعي، المفارش دي. اي مفرش مش بلاستيك او جلد ينفع يتمسح من عليه الميه، دي بتكمكم وبتخلي الدنيا ريحتها وحشه خالص. انا قررت بقى اللي انا اعمل تنظيف كامل متكامل للظرف علشان الكمكمه دي وعلشان تترتب كده وتكون مترتبه تحت ايدي في رمضان، وما تاخدش وقت معايا اللي انا ادور على حاجه او انظم حاجه وكده. انتم عارفين اللي احنا ما بنطلعش من المطبخ في رمضان، من فطار لسحور وغسيل بعد الفطار وغسيل قبل السحور وعصاير وحلويات وعزومات وتجهيزات وغسيل مواعين. فلازم المطبخ يكون مترتب علشان نخلص اللي ورانا ونطلع منه بسرعه. هنا بقى بفضي كل الكركبه وكل اي حاجه في المطبخ في الدولاب ده. الضرفه دي بدات بها الاول علشان اكتر ضرفه مضايقاني في المطبخ كله مكمكمه بسبب المفرش، وبسبب كمان الحاجات اللي هي في الاكياس دي بتعمل كمكمه. انا جايبه لها بقى علب كده هحطهم فيها، علبه للمكرونه، علبه للشعريه، علبه للسان عصفور، وكمان للذره الفشار والسكر والرز والحاجات دي، علشان ما تبقاش في الاكياس بتبوظ وبتندي كده وبتطلع ريحه. الجو بيكون ساقع وهي بتندي كده ميه، فتلاقي كل حاجه عليها ميه. فاحسن حاجه نفرش المفرش البلاستيك في الضرفه اللي هو ده، وبنثبته بلزق كده او بشمعة او بنثبته باي حاجه. انا ثبته بلزق ابيض من الاطراف كده. وكمان الحاجة تكون في العلب بتاعتها، العلب بتتمسح من بره او بتتفضى وبتتغسل كويس وبتتنشف، وبنحط فيها الحاجة بعد لما بتنشف. المفرش ده وقع عليه مية بنمسحه بكل سهولة، ولا بيعفن بقى ولا اي حاجة. خلصت الضرفة دي وطلعت منها الحلة بتاع الطقم ده، وطلعت منها الاطباق الازاز دي حطهم في النيش من تحت كده، علشان عايزة اروق الظرف كده تبقى رايقة واوسع عن نفسي وما تكونش الحاجة مكركبة. وكمان الحاجات اللي هي مش عايزاها في المطبخ او مش بستخدمها قوي هحطها فوق في المطبخ. الظرف اللي هي العالية والحاجات اللي انا بستخدمها والحلل وكده بخليها تحت ايدي في المطبخ من تحت. فتحت بقى الضرفة دي. الطقم ده انا مش بستخدمه كتير، اللي هو الجرانيت ده مش بستخدم منه الا للحلة الصغيرة اوقات، وكمان اللي هي اللبانة. اما مش بستخدمه خالص اصلا لاني عندي اللي هو السيراميك بستخدمه، والتيفال بستخدم الحلتين اللي فيه اللي هي الكبيرة والصغيرة. فخلي دايما الحاجة اللي انت بتستخدميها تكون تحت ايدك، والحاجات اللي انت مش بتستخدميها قوي تبقى في الرفوف اللي هي بتكون عالية، علشان توسع لك مكان وتجمعهم كلهم في رف واحد. والحاجات اللي انت بتستخدميها تجمعها تحت في ايه، تكون تحت ايدك. طقم الجرانيت ده عندي 3 حلل كده، وفي حلة صغيرة واللبانة والطاسة بتاعتهم، بس كده مش بستخدمهم، هما فوق عندي فوق كده. وكمان انا هرص بقى اللي هي الرف اللي فيه الخلاط والكبات والمضرب البيض والعجانة. العجان برضو مش بستخدمه، بستخدم المطبخ اللي هو المضرب بتاعه قصدي. عايزه اقول لكم شوفوا المطبخ، يعني المطبخ بيكون مقلوب، بس انا بروق ضرفه ضرفه وبسيبها تنشف لحد لما امسح الحاجه اللي فيها او بغسل الحلل او الحاجه اللي فيها تنشف، وارص بقى ايه
افرش المفرش بتاعها، بس بسيبها تنشف الاول وبعدين برتبها بقى على مزاجي. الضرفه دي فيها برضو حاجات انا مش بستخدمها، زي الصواني اللي هي بتاع الكب كيك، والصواني اللي هي بتتفتح دي، القلب والمربع طلعتها فوق في الرف اللي فوق علشان انا مش بستخدمها بصراحه. وكمان اللي في كذا حل هنا انا مش بستخدمهم خالص جداد، طلعتهم في الرف اللي فوق علشان يبقوا بعاد عن ايدي. الضرفه بقى دي اللي هي اللي عليها الرخامه بتكون تحت ايدي، فحطيت كل الحلال اللي انا بستخدمها. زي الرف ده لقيت المفرش بتاعه نضيف، فمسحت الضرفه والرف وحطيت المفرش تاني. حطيت بقى فيه الصواني اللي انا بستخدمها كلها، بتاع البيتزا وبتاع الحلويات وبتاع اللي هي الكيكه وبتاع اللي هي بتاع اللي بعمل فيها المكرونه البشاميل، والحلال اللي هي الاستانلس والالمونيا الصغيرين اللي بستخدمهم. الرف اللي تحت بقى حطيت فيه الحلال الكبيره والطواجن اللي هي الفخار، بعد عني برضو مش بستخدمهم خالص، قليل قوي لما بستخدمهم. بستخدم الطواجن دي في المكرونه اللي انا بعملها باللحمه، او بعملها ساعات بعمل فيها رز معمر. والحلال الكبيره دي مش بستخدمها خالص، في حطها بعيد كده. هنضف بس الضرفه بتاعتهم الرف بتاعهم وارصهم. حطيت المفرش زي ما هو علشان لقيته نضيف. الضرفه دي بتاع البلاستيكات مقلوبه، لان ما بتسيبهاش في حالها خالص، يعني هي اللي مكركبها بالشكل ده. هي جنبها وسامعه كل حاجه صح. هنطلع كل حاجة ونغسلها بقى علشان تبقى نضيفة، ولما نيجي ناخد منها كده تبقى نضيفة. طلعت بقى كل حاجة وغسلتها ورتبتها ترتيبة حلوة كده. وكمان غيرت المفرش بتاعها، لقيته متقطع خالص ومتبهدل خالص، فلازم نغير المفرش بتاعها. غيرتها وبمسح بمعطر يا جماعة، وبعدين بخل ننضفها كده ونطلع كل الريحة الوحشة اللي فيها والكمكمة، والخل كمان بيعقم، والمعطر بيخليها ريحتها تتنفس كده. ولما الواحد لما يجي يفتحها كده يلاقي ريحة حلوة مش ريحة كمكمة. وانا اتخلصت من المفارش اللي هي بتكمكم دي، فرميتها خلاص علشان الضرف تبقى حلوة. الضرفة دي كان واقع فيها رز وعايز رتبتها بالمرة كمان. والدراج ما ننساهاش، يعني بصراحة لا تسر حبيب ولا عدو ولا اي حاجة. لو وصلت لحد هنا من الفيديو لسه ما عملتش لايك ليا، ما تنسوناش في اللايكات وارفعوا الفيديو لايكات يا حبايب قلبي. بصراحة منظرها ما يرضيش حد. فهنشيل بقى كل حاجة، بقول لكم الحاجات دي هغيرها خالص. وشوفوا المية دي مش مية يا جماعة، بحس اللي هي الحاجات بتندي مش ساقعة وبتطلع مية من نفسها بصراحة. فغسلتها غسلة حلوة كده ومسحتها الدرج، ورتبته وفرشت بقى في المفرش الحلو ده اللي هو بيتمسح، ورتبت كل حاجة فيها بقى كده. المطبخ بتاعنا زي الفل، وختمنا بيها بالادراج وخلصناه. ايه رايكم في الفيديو بتاعنا؟ يا رب يكون عجبكم، وتشجعتم كده وتروحوا بسرعه تقلبوا المطبخ بتاعكم وترتبوه علشان نخش رمضان وهو ريحته حلوه ومترتبه كده. وكل سنه وانتم طيبين، ربنا يسعد ايامكم. ما تنسونوش في اللايك والاشتراك لو انتوا اول مره تشوفوني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.